مصطفى شوبير 10/10 ونجمة، وأعتقد إن مصطفى شوبير هيجيله عرض كبير من الدوري الأسباني. مصطفى شوبير عمل ماتش كبير قوي، خصوصا في الشوط التاني. الشوط الأول ما راحش عليه غير بكورتين مثلا، حاجة كده. الشوط التاني كان نجم 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 يعني. محمد هاني 7/10، ياسر إبراهيم 9/10. وأقول لك ليه 9. ياسر إبراهيم الشوط الأول فضل يشلت كتير قوي، يشلت يعني بجد. كان في كور ما لهاش. ليه بتشلت؟ لما اهو اهو، لكن الكرة يقطع الكرة. في ايه يا حبيبي؟ ليه يا بابا بنخسر الكورة؟ ما بحبش انا الشلاليت، بس رجولة. ياسر رجولة. حمدي فتحي 10/10، فتوح 10/10 ونجمة وحتة. يعني تاخد نجمة وتاخد حتة فوقيها. عيني عليك برضه يا ابني، بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحميك وتجيب الدوري للزمالك بإذن الله، بإذن الله. مروان عطية كنت مستني منه أداء أحسن من كده بصراحة، كنت مستني منه ظهور يكون أحسن من كده. برضو حالات ياسر إبراهيم، بس ياسر إبراهيم سيرد باك، أنت ليه بتشلت أنت كمان؟ أنت في كام كرة جات لك كده أهو، باص من محمد هاني ولا أنا في حاجة كده عايز أشرح. الكرة كانت يعني لما بنيجي نطلع بالكرة، ياسر ابراهيم يلعب لمحمد هاني، محمد هاني يلعب لمروان عطيه او مهند لاشين ايا كان مين هو، نعطل. تلاقي مروان عطيه ماسك ما مش لحد، تلعبها طويله لزيزو الباك ليفت بتاعنا، ما بنعرفش نطلع من الحته دي، مش عارف ليه. ان شاء الله تتعالج قدام. بس طبعا احنا بنلعب اسبانيا برضو، وانا عمال اتكلم كلام كبير، بس احنا لعبنا ماتش كبير قوي قدام اسبانيا بصراحه. بصراحه مروان عطيه 7، مهند لاشين 10/10 ونجمة ودماغك ابوسها، فاهم؟ امام 3. وانا والله كده كرمك، والله. يعني مش عارف 3 ليه اصلا، بس يعني عشان جريت شويه. امام عاشور جري اكتر، زيزو جري اكتر منك 4 ولا 3 ونص، 3 ونص. عمر مرموش 10/10، بس ما ياخدش نجمه. دي ما ياخدش نجمه عشان الكوره جت في العارضه. انت راجل فيرود، هات لي جون، ماليش دعوه، انت جامد فشخ. انت راجل اللي بتلعب في مانشستر سيتي يا عم، وانت راجل